رجال هذو كلهم رجال يد واحده وقلب واحد، هيك البطوله تبي ان شاء الله. كانت المباراه من الاولى صعبت علينا شويه، لكن بعدين سيطرنا على الوضع. عندنا مدرب ما شاء الله عقله كبير، الله يبارك. ان شاء الله ربي يحفظكم، بارك الله فيكم. كابتن طارق، مباراة صعيبة، سيطرتوا في بعض الوقت لكن ما حلفكمش الحظ اليوم. هذه كرة قدم، حسب رأيي نقدموا في أفضل كرة، لكن هاك شوف، كل ما نلقاو أحسن بالريتم إلا ما تقص من بعد. صار في الشوط الثاني بزاف حسب رأيي الناس اللي تقول ثم بنكين قوية واحد، شوف انت الفرق، مش مانيش باش ننزل في ملعبيتي ما شاء الله وتبارك الله، لكن السرعات والاجنحه شفنا، ولكن نعاود نقول قدر الله ما شاء فعل. اليوم لازمنا ما نخجلوش من اللي قاعدين نخدموا فيه بشهاده الجميع افضل فريق، لكن الكره مش للافضل ديما. الحمد لله. توفيق. شكرا. سند مباراة كبيرة، سند وتحقيق 3 نقاط ثمينة جدا، اعتقد اثمن 3 نقاط في السداسي. بسم الله الرحمن الرحيم. نهدي الفوز لجمهور النصر ومدينة بنغازي وكافة ربوع ليبيا، ونهدي الفوز لعائلتي ولأمي إن شاء الله. والحمد لله ما زال ما وقفناش على المباراة هذه، كل مباراة بطولة للمباراة الأخيرة. زي ما تعرف نادي الأهلي طرابلس واحد من الأندية الكبيرة ومش بالسهل إنك تربحه، ولا نتوقع لأن احنا عندنا كوتش قوي وعندنا رجالة في الميدان الحمد لله. والقادم 3 نقاط، ديما 3 نقاط بإذن الله، 3 نقاط. انا بطولات نتنفس، لا نغلق بس تريح. مبروك اليوم، فوز صعب جدا وفي اخر الدقائق. والله منافس كبير طبعا فريق الاهلي اليوم، اللي كان منافس كبير جدا، مباراة كبيرة، ولكن شبابنا كانوا حاضرين، وان شاء الله شباب ماشيين بعزيمة، والهدف من البداية هو هدف البطولة ان شاء الله، وماشيينها بعزيمة كبيرة. ولكن اتوقع 1-0، لكن لما اتوقع 2-2. ولكن تحياتي للجميع واللاعبين والتحكيم اللي عند الان، تنظيم البطوله جيد، ونشكر شبابنا ونشكر رئيس مجلس الاداره سيد احمد بوشناف والحاج فوزي عيساوي وكل من قدم الدعم للشباب، ونشكر كل الشباب، الكابتن اسامه الحمادي النجم الكبير، نجم مباريات بصراحه مع الشباب، نحييهم ونشكرهم جدا جدا، والهداء هذا الى كل جماهير نادي النصر في كل. سمعنا ان في تجديد لاسامه الحمادي. اسامه الحمادي اصلا هو عقده ماهوش تجديد، يعني عقد اسامه الحمادي يمتد اكثر من موسم، حوالي موسم ونص وموسمين مع نادي النصر. السلام عليكم. كابتن جازوري، كيف كانت المباراة؟ أول شيء نباركوا لك على الفوز، وكيف كانت المباراة اليوم؟ الله يبارك فيك. والله المباراة كانت صعبة، لكن الحمد لله بدعوات جمهور الفحامة إن شاء الله قدرنا نحقق الفوز الثمين ده، وإن شاء الله نتمنى البطولة لنادي الفحامة هناك إن شاء الله. كيف شفت الدوري الليبي باعتبارك أول موسم تنضم للدوري الليبي؟ لا السنة دي ما شاء الله الدوري الليبي يعني دوري ما شاء الله، دوري منظم شديد إن شاء الله. والله أنا من شدة الفرحة يعني ما قادر أعبر عن أي حاجة، ديما فحامة. يلا طبال ألف مبروك، اليوم دخلت في الشوط الثاني وساهمت في الفوز. الحمد لله كلنا مساهمين في الفوز، فريق كامل زي ما تشوف، يلعبوا واللي في ما يلعبوش، اللي في تريبونا، كلنا الحمد لله كلنا فريق واحد، وطاقم والاداريين الحمد لله كلنا فريق واحد وتيم واحد ان شاء الله باذن الله. مازلنا اخر 3 نقاط وبدناها البطوله ان شاء الله في بنغازي، وفرحوا بنغازي كلها ان شاء الله. منورين. شكرا. طبعا هي نباركوا لك على الفوز كابتن اسامه، واكيد مباراه كبيره كانت اليوم امام فريق الاهلي طرابلس. اول شيء الله يبارك فيك، بسم الله الرحمن الرحيم. مباراه ما تمثلش نهايه البلاي اوف ودوري السداسي، فما زال عندنا زوز مباريات باش يبان البطل. الحمد لله تحصلنا على 3 نقاط زي المباراه الاولى والثانيه، وقلنا 5 نهائيات لازم نمشوا فيهم واحده. الحمد لله ربي يوفق الشباب. غيرنا في التكتيك اليوم، لعبنا تكتيك مغاير مش نفس المباراتين الاولويات. الحمد لله توفقوا فيه الشباب. التكتيك هذا اشتغلته في القاهره، ما اشتغلناش في ليبيا بكل.
اشتغلنا اليوم الحمد لله، الشباب وفقوا فيه. منافس كان قوي في التحولات، قوي في الاستحواذ، لكن الحمد لله الشباب كانوا موفقين. نقولوا ألف مبروك للفحامة وللبركة، وهارد لك للمنافس، وتبقى كرة قدم و90 دقيقة، ومازال زوز مباريات ما تعرفش شنو يصير فيها. إن شاء الله ربي يوفقهم. شكرا ليبيا رياضية. شكرا. كابتن فوزي نباركوا لك اليوم الفوز، واكيد الدرب الثاني اعتقد بعد الاهلي بنغازي. اليوم الاهلي طرابلس اثمن 6 نقاط اعتقد في اللقاءين. بالتاكيد اليوم الرياضيين داروا عليهم. هرد لك الفريق اهلي طرابلس. اليوم النصر الحمد لله يعني كانوا في منتهى الانضباطيه، في منتهى بني، وكانوا مصممين، والحمد لله يعني طلعنا بنتيجه جيده وبنتيجه كويسه. وان شاء الله في المباريات القادمه طبعا ما زال هي نقدر نقولوا ان فريق النصر في طريق مفتوح ام لا؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله ان نكونوا حتى في المباريات القادمه نكونوا افضل واحسن، وان شاء الله ناخذ البطوله باذن الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا بالتوفيق.